قبل ما نبدأ الملخص، اللي ما شافش الجزء الأول هتلاقوه في صندوق الوصف أو في أول تعليق مثبت. نروح لأحداث الفيلم. إيزومي كان قاعد في الظل علشان الشمس قوية جدا. فجأة بيجي يوكي قال له: وأنت قاعد لوحدك هنا ليه؟ تعالى بسرعة علشان إحنا بنقرر هنروح فين في استراحة الصيف. قال له: أنا جاي أهو. هنا بتدي على دماغه. هوب. قال له يوكي: هو أنت إيه اللي بيحصل معاك؟ قالت له أمي: هو أنت مش هتتغير؟ يلا تعالى هنا بسرعة. فجأة بتيجي شيكو وادت له المي. طبعا هو اتفاجئ. قال لها: شكرا. قالت له: اخر مره تنسى الميه بتاعتك علشان ما تمرض. قال لها: بتيجي في الوقت المناسب. قالت له: خلاص مفيش مشكله. وكمان بتيجي البنت البارده دي مايا. قالت له: لازم تاخد المظله علشان ما تمرض. قال لها: شكرا. شفتي الكل بيهتم بيه. هنا أمي قالت لهم: يلا بسرعه خلينا نروح لمكان. قالت لهم شيكو: نروح البحر. طبعا مايا قالت له: ايه ده؟ هي شيكو ليه متحمسه كده؟ ايزومي قال: اكيد بتحب البحر. بس طبعا ايزومي بيحب النهر، ويوكي قال لهم على الكلام ده. وماي قالت لهم: حتى النهر جميل، خلينا نروح. وزومي قال لهم: ما تغيروش رايكم علشاني. يوكي قال له: مين قالك هنغير راينا اصلا؟ قال لهم: خلاص خلينا نروح النهر. ماي قالت لهم: ما تيجي نروح البيت احسن. طبعا شيكو عجبتها الفكره وابتدوا يضحكوا. هنا قالت لهم أوماي: الاسبوع ده في امتحانات علشان كده النوادي هتكون في استراحه. قال لها ايزومي: هو انت ليه فرحانه كده؟ قالت له: طبعا هنروح علشان نشتري حاجات كتيره قوي. يوكي قال: هو انت بتحبي تصرفي ليه؟ قالت لهم: هنعمل ايه؟ لازم نروح نغير جو. ايزومي قال: عندها حق. هنا قالت لهم: لازم نشتري لبس علشان السباحه. بس ايزومي قال: انا مش اظن ان انا لازم اشتري حاجه. قالت له شيكو: هو انت بتقول ايه؟ متاكد ان انت مش عايز؟ قال لها: قصدك ايه؟ لما بصت له البصه دي قال لها: هو انت قصدك ايه بالظبط اصلا؟ هنا قالت أوماي: ايه ده؟ اوقات بحس انه ايزومي لعبه في ايد شيكو. ماي قالت لها: طبعا شخصيتها قوية. قالت لها: يلا يا شيكو لازم نروح. قالت لها: لو ايزومي مش عايز انا كمان مش هروح. ماي قالت لها: زي ما انت عايزه. هنا وهي بتعمل كل ده علشان ايزومي كان بيبص على البنت العريانه. ابتدت تبص عليه وكانت عايزه تخنقه. قال لها: هو في حاجه؟ قالت له: مفيش، بس لازم اروح الحمام. يوكي بيجي وقال له: خلينا نروح نذاكر احسن. طبعا شيكو راحت علشان تشتري حاجات للسباحه، وطبعا زي ما البنت اللي كان بيبص عليها. وماي قالت لها: هو انت جيتي علشان تشتري؟ غيرت رايك؟ بس ده جريء. قالت لها شيكو: انت فهمتني غلط، بس يمكن ايزومي بيحب كده. قالت لهم: انا اسفه، يمكن بلغت في الموضوع شويه. وماي قالت لها: بس شويه؟ على فكره انت بتكرهي الخساره. اول مره كنت معانا في الصف عديتي من قدامي ولا عبرتيني. انا هنا قلت لماي ان انت بنت لطيفه. وطبعا ماي قالت لي: مين البنت اللي بتتكلمي عليها؟ قلت لها ان انت معانا في الصف، انت ذكيه وكمان جميله. طلبت من ماي ان انت لازم تكوني صديقتي. هنا طبعا مايا قالت لها: هو انت ليه متوتره؟ وماي قالت لها: اي بنت مكاني هتكون متوتره، انا لازم اكون صاحبتها. جسمها جميل وشعرها زي الحرير وكمان ريحتها جميله. وقتها كنا بنلعب كره السله وانت كنت بتعملي كل جهدك علشان تفوزي زي كل مره، وطبعا ده اللي حصل وكنت فرحانه علشان ايزومي كان بيشجعك. انا هنا عملت كل قوتي علشان كمان افوز والكل شجعني. طبعا انت استغربتي وزعلتي لما شفتي ايزومي كان متفاجئ. هنا كنت عايزه ان انت تضربيني، بس طبعا ما قدرتيش علشان ايزومي ما يقولش عنك ان انت بنت شريره. هنا كنت قاعده لوحدك وجيت علشان اطلب منك نتغدى مع بعض، ودي كانت فرصتي وانت طبعا قابلتي. هنا قالت لها مايا: هو ده اللي حصل؟ قالت لها: طبعا. هو انت نسيتي؟ كانت شيكو بتكره ان هي تخسر. شيكو قالت لها: مش ده القصد، مش علشان ان انا مش عايزه اخسر. هنا قالت لها: خلاص خلاص انسي الموضوع. وبيجوا عند ايزومي ويوكي. قالت لهم: امي هو انتوا لسه بتذاكروا؟ قال لها يوكي: طبعا مش عندنا امتحانات. ايزومي قال لها: باين عليكي مبسوطه، اشتريتي ايه؟ هنا قالت له: امي ايه الذكاء ده؟ قالت له شيكو: انا ما اشتريتش اي حاجه. قال لها: بس انت بتكذبي، على فكره لما بتكذبي بيكون باين بوشك، علشان كده قولي لي اشتريتي ايه؟ انا عندي فضول. قالت له: قلت لك ما اشتريتش اي حاجه. وهم راجعين قالت له: هو انت زعلان؟ وبيجي ده وبيحضه طبعا. قال: هو ده وقتك؟ هنا قال لها: خلاص اشوفك بكره. قالت له: خلاص بكره هنذاكر مع بعض. ولما راح البيت اتصلت فيه قال لها: معاك ايزومي؟ قالت له: ما انا عارفه، اتصلت بيك علشان اسمع صوتك، يمكن تكون زعلان مني. قال لها: بس انا تعبان حبتين، انت مالكش دعوه. هنا قال لها: ممكن تبصي على السماء، الجو جميل، وبصي في نجمه، هو انت شفتيها؟ قالت له: ايوه شفتها، بصراحه شكلها جميل. هنا قال لها: انا نفسي اكون معاكي بس انا عندي حظ سيء. قالت له: قلت لك ما تقولش الكلمه دي. هنا قال لها شيكو: هو انت عايزه تروحي فين؟ نفسي اخدك للمكان اللي انت بتحبيه واشوف وشك وانت مبسوطه. قالت له: بصراحه ما عنديش مكان معين، بس اهم حاجه ان انا اكون جنبك، يعني اي مكان ما عنديش مشكله. ايزومي من الفرحه ابتدى يعيط. قالت له: ايه رايك نروح ننام علشان انت ترتاح؟
هنا قال لها لما سمعت صوتك انا ارتحت، بس بصراحة نفسي اشوف وشك قبل ما انام. طبعا شيكو اتوترت وقفلت الخط بوشه. ايزومي قال اكيد اتكسفت. هنا قالت بس انا كان نفسي اشوف وشه قبل ما انام. طبعا كانت زعلانة وابتدت كده تخبط برجلها. وبيجي اخوها قال لها وانت مش هتهمدي ولا ايه؟ تاني يوم اتقابلت مع مامته، قالت لها دلوقتي هنحضر اكل مع بعض. شيكو قالت لها بس انا اول مرة احضر اكل. وهي بتفرم الجزر بتقرب عليها مامته. طبعا قالت لها وانت عايزة تعملي ايه؟ قالت لها بس عايزاكي علشان تسترخي، مش قصدي حاجة. هنا قالت لها وانت بخير؟ ليه وشك احمر كده؟ وهي جايه بالاطباق كانت هتقع، بس شيكو انقذتها ومسكت السكينه بايدها. قالت لها هو انت اتاذيتي؟ قالت لها لا ما حصليش حاجه، بس انت كويسه؟ قالت لها طبعا معاكي شيكو. هنا كانت بتتكلم مع ايزومي بس كان تعبان. قال لها هو احنا ممكن نروح لمكان؟ قالت له بس الشمس. وانت تعبان؟ قال لها مفيش مشكله خلينا نروح للالعاب الناريه. قالت له طبعا انا كمان بحب الالعاب الناريه عشان كده هجهز نفسي. طبعا هنا مامته قالت له هتروح تقابل شيكو. بصراحه النهارده كانت متوتره كانها اول مره تطبخ. هنا كانت بتلبس الفستان واخوها شايفها انها مش عارفه تعمل ايه، راح علشان يساعدها. قال لها خلاص انت دلوقتي جاهزه وشكرته. قال لها بجد انت بنت غريبه. بصت له البصه دي وقالت له على فكره مش وقتك. هنا كان ايزومي مستنيها. طبعا اتفاجئ لما لقاها بالجمال ده. قال لها الفستان جميل عليكي. قالت له وانت كمان لبسك جميل. قالت له على فكره الفستان ده بتاع جدتي. قال لها بس جميل ولايق عليكي، يلا خلينا نروح علشان نلعب شويه قبل الالعاب الناريه. وابتدوا يلعبوا مع بعض وكانوا مبسوطين. قال لها انا بحاول اعمل كل ده علشان تكوني مبسوطه واشكرك على اللي انت بتعمليه علشاني. قالت له بس انا ما عملتش اي حاجه. قال لها دائما بتعملي اي حاجه علشاني انا، بس انا في المقابل ما بعملش حاجه. قالت له بصراحه انا مش بحب الحلويات. استغرب وقال لها بس انت اكلتي معايا البانكيك. ابتدت بتضحك. قالت له بصراحه اكلته علشانك انت. هنا قال لها طب ما تيجي نلعب اللعبه دي، لو كسبت هاخد الجايزه. هنا ابتدى بس طبعا زي كل مره ايزومي فاشل. وقالت له شيكو انا هجرب حظي. طبعا ده ابتدى يضحك. قال لها اللعبه دي مش بتاعت البنات. قالت له هوريك. هنا طبعا وقعتهم كلهم كانوا متفاجئين. وقالت لهم خلاص انا دلوقتي خلصت. قال ايه ده؟ دي بنت مش طبيعيه خالص. وقال لها مبروك انت كسبتي ده وتقدري تاخديه. طبعا شكرته وقالت لايزومي ده علشانك انت. ايزومي قال لها بس انت اللي كسبتيه ولازم تاخديه. قالت له مفيش فرق بينا، لو اخدته انا او اخدته انت زي بعض. هنا قال ايه ده؟ ايه الحظ اللي عندك يا ابن المحظوظه؟ ايه ده؟ هو انت حسدته على الحظ اللي عنده ده؟ هو عنده بس شيكو يعني. المهم بيجي كمان يوكي ومايا. ايزومي قال لهم احنا على فكره اكلنا قبلكم، اكلنا حلويات. وماي قالت لها لايق عليك الفستان. مايا قالت لها بجد انت جميله. قالت لهم وانتوا كمان لايق عليكم اللبس بتاعكم. هنا قال له يوكي خلينا نروح نلعب لعبه السمك ونشوف مين اللي هياخد اكتر. طبعا ايزومي معرفش يصاد ولا سمكه. طبعا زعل. بس بتيجي شيكو قالت له انا هلعب بدل ايزومي. يوكي قال لها خلاص زي ما انت عايزه. هنا طبعا المره دي حتى شيكو فشلت. ايزومي قال اكيد عندها مشكله. طبعا زعلت علشان عايزه كل مره هي اللي تكسب. طبعا أمي راحت وقالت لها شيلي كل ده روحي علشان الالعاب الناريه هتبدا. قالت لهم شكرا. مايا قالت لها احنا هنهتم بيوكي. هنا بتمشوا كتير. طبعا ايزومي كان تعبان. قال لها الطريق طويل وانت تعبتي. قالت له مفيش مشكله عايزه اروح معاك المكان السري. قال لها بس انت تعبتي. وابتدى يفكر. قالت له يلا خلينا نروح. قال لها بس رجلك تعبانه ما تحاوليش. هنا قال لها خلاص زي بعضه يلا اركبي على ظهري. قالت له بس كده هتتعب. قال لها عادي خليني اعمل حاجه علشانك حتى لو كانت لاول مره. قالت له بس انا تقيله على فكره. قال لها مفيش مشكله يلا علشان نلحق. قالت له هو انا اللي شايلك ولا انت؟ وابتدت الالعاب الناريه. قالت له على فكره انت رايح من الطريق الغلط، الطريق العاب ناريه من هنا. قال لها بس انا رايح على مكان السري. قالت له هتاخدني على ظهرك كده هتتعب، يلا بسرعه نزلني. وكان كل الدرج ده. طبعا ايزومي كان تعبان بس كان صابر علشانها هي. ووصلوا للمكان السري. قالت له هو بجد المكان السري ده؟ يلا خلينا نقعد في المكان ده. قالت له هو انت بخير؟ قال لها انا بخير. وابتدت الالعاب الناريه وطبعا الجو كان جميل. حتى أماي كانت بتشاهد الالعاب الناريه عكس يوكي ومايا كانوا عمالين ياكلوا. اهم حاجه الاكل. شيكو قالت له انا بس عايزاك تشوفني لطيفه مش عايزاك تشوفني ان انا بنت غريبه.
قال لها بس بصراحة اوقات بشوف في وشك بنت شريرة، نظراتك بتكون صراحة مخيفة. هنا قالت له هو انت بتهزر ولا ايه؟ وعملت له الحركة دي. قال لها هو انت بتعملي ايه؟ قالت له اخر مرة تتكلم معايا كده. قال لها بجد بهزر معاكي، هو انت صدقتي ولا ايه؟ قالت له خلاص مفيش مشكلة. هنا طبعا شكرته على المكان الجميل ده، هو قال لها هو انت جاهزة؟ يلا خلينا نروح. قالت له هو انت لسه هتشيلني؟ هو انت ما تعبتش ولا ايه؟ قال انا بخير بس بيتعسر هنا. قال مش وقته الكلام ده خالص. شيكو قالت له كنت متوقع انه هيحصل كده، كل مرة انا اللي بنقذك، دلوقتي مين اللي هينقذنا؟ ولحد هنا بيخلص الملخص بتاعنا. ما تنسوش الضغط على اللايك علشان يوصل لاكبر عدد ممكن، واللي مهم اشترك بالقناة اشتركوا وفعلوا الجرس. يلا سلام.